السبيناغ ومعجون خاشوقتين، واللحم هنا مسلوق، وهذا عصير الطماطم ولوبيا، وهنا مي اللحم، وهنا عندي ضفت بصرة واحدة وقليل شوي من البصرة المطحونة ومكعب ماجي، وهنا فلفل أحمر مجفف اختياري. تعالوا خلينا نطبخ السبيناغ. عندي دجاج حمى سلقت بيه اللحم، وهنا راح اضيف له شوية زيت، راح اضيف عليه بصلاية، راح ابدا اقلب البصل، انصحكم تسوون السبيناغ وتجيبون الفافون، كلش طيبة تطلع. أنا بعد ما حمس عندي البصل أضيف عليه الآلة، بعد ما حمس عندي هسه راح أضيف السبيناغ. وبهالمرحلة هاي لازم تتعبون ايديكم، لازم تحمسوه كل زين. السبيناغ أهم شي بيه الحمص حتى تطلع المرقة مضبوطة وتخبل. أنا ما أقدر أثبت لكم الموبايل وأصور، شوفوا شلون وصلت لهالمرحلة هاي وراح أبدي أحمس. حبايب هسه صار لي فوق 10 دقايق وبعدني مستمرة بالحمص مالتها على كيفي وياها حتى تطلع لنا أطيب مرقة. وأنا خطوة بخطوة وياكم. عندي هاي المعجون خاشوقة كبيرة، وراح أشوف إذا أحتاج بعد ما ضفت المعجون واكتفيت بالملعقة الكبيرة وحمسته كل زين. هسه راح أضيف عليه اللوبيا المسلوقة، هسه من بعد ما ضفت اللوبيا راح أضيف عليه عصير الطماطم. وابدي اخلط بيهم. هنا راح اضيف عليهم شوية من المي، راح اضيف هاي المكونات عليه، وانتظرهم يستوون وانتظروا النتيجة النهائية. بعد ما غلت عندي المرقة راح اضيف عليها ملح،